وما تقنعنيش ان الفريق اللي انت اديته 6 من اسبوعين يعمل عليك الاداء ده طول الماتش. في ايه يا عم كولر؟ في ايه؟ ازيكم يا شباب، انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدين بيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن خساره الاهلي قصاد شباب بلوزداد. فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ويلا بينا نشوف هنقول ايه. النهارده ماتش من الماتشات اللي احنا كلنا كجمهور طول الماتش قاعدين عارفين ان الاهلي هيجي فيه جول، فاحنا عشان كده كنا عايزين الماتش يخلص بدري بدري ونخرج بالتعادل، اهي نقطه احسن من ما فيش. فمن اول دقيقه الاداء باين ان هو زي الزفت، الاهلي راح عليه كور كتير جدا وكان متوقع ان الجون جاي. كولر اداره سيئه جدا للماتش وتبديلات متاخره قوي، وكلنا تقريبا لما شفنا التبديلتين دول كلنا ضحكنا. انت رايح تنزل لي كهربا وبيرسي تاو في الدقيقه 97 وانت عايز تجيب جون فمنزل كهربا وبيرسي تاو. في لعيبه اصلا مش بتشيلك في وقت انت بتكون كسبان فيه وعامل اداء كويس، جاي تنزلهم دلوقتي وفي الدقيقه 97 اصلا متوقع ان هم يعملوا لك ايه؟ ما حتى لو اللاعب اللي انت منزله ده جامد، انت منزله في اخر ثانيه عشان تتعادل، كان فين تبديلاتك دي من بدري؟ اللعيبه الماتش كله مش لاقيين بعض، كلهم تايهين. ما رحتش بهجمه عدله توحد ربنا، هجمه كده نشوفها نقول دي هجمه خطيره كان ممكن نسجل منها. كولر كانه بيزهق الجماهير منه عشان يمشي، حاسس ان فترته انتهت خلاص. عمل انجازات كتيره مع الاهلي وتحسه مش قادر يجدد دوافع الفرقه كلها بقت تلعب، بتحس ان الفرقه بتلعب من غير نفس، والكلام ده من اول الموسم على فكره. اللي بيحصل استثناءات، يعني ماتش الستة، انما باقي الماتشات انت في الدوري من 6 ماتشات متعادل 3، والاداء حتى في الماتشات اللي انت بتكسبها ما بيبقاش احسن حاجه. فالكلام ده مش جديد الماتش ده، الكلام ده من اول الموسم، من ساعه الموسم ما بدا. فكولر عايز يمشي قبل ما الموسم يتقلب ويبقى كارثه وتطلع منه من غير اي بطولات. ونيجي بقى للشناوي. والله كده كتير يا شناوي، يعني اللاعب اصلا جاي من اخر الدنيا وانت مرمي على الارض بتتفرج على الكوره، بعيدا اصلا ان هي من اولها خالص هي ممكن تتصد، هي دي مش الكوره اللي جايه جامده اللي وانت بتصدها تقع من ايدك. كارثه ان انت بعد ما صديتها فضلت نايم على الارض وانت شايف اللاعب جاي عليك. فشناوي ماتش ورا التاني بيبين ان هو ذهنيا مهزوز ومستواه بعيد قوي، وظلم ان شوبير يفضل قاعد على الدكه. غير بقى خالد عبد الفتاح اللي الوينج الشمال بتاع بلوزداد كان عامل عليه ماتش طول ال 90 دقيقه، وده مش اللاعب اللي يكون اساسي اصلا. غير بقى مروان عطيه اللي انت ما بداتش بيه الماتش، فكولر علامات استفهام كتيره قوي على بدايه الماتش اصلا من التشكيله. وغير كده القرارات اللي انت اتاخرت فيها قوي والماتش شغال وانت شايف ان الفرقه ادائها وحش قوي. فخساره مستحقه للاهلي بسبب المدرب واختياراته الغلط واللعيبه وطبعا الشناوي. خلونا بقى كده نشوف ترتيب المجموعه دي بعد خساره الاهلي لسه متصدر المجموعه ب7 نقط بس مؤقتا. شباب بلوزداد المركز الثاني ب6 نقط، اورلاندو المركز الثالث ب5 نقط ولسه له ماتش، لو كسب الماتش بتاعه هيبقى هو الاول على الاهلي ب8 نقط. فاتمنى ان احنا الجولتين جايين ما نلاقيش موقفنا اتعقد وندخل في حسبة بيرما وهنقعد نقول ده لازم ده يكسب وده مش عارف ايه عشان احنا نصعد. ما ينفعش نريح نفسنا ونكسب من بدري ونصعد وملناش دعوه باي حد، لازم نخش في كل موسم في حسابات دور المجموعات دي. وبس كده، ده كان كلامنا عن ماتش الاهلي. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، عايزين نوصل القناه 1000 مشترك، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.